للساده المشاهدين ان احنا الحلقات دي ان شاء الله هنستمر فيها طول ما الفتره، لما الرئيس يعلن بكره ولا بعده ان ميعاد الدستور يوم كذا الانتخابات، هنشتغل بقى عليها يوميا مادة مع الاستاذ ناصر، مع الاستاذ نادر بكار، مع اخرين، مع بتاع، هنشتغل عليها جزء جزء. انت عايز تمسك باب ايه الوقت تتكلم فيه؟ طبعا انا بتصور ان يعني ربما يكون المهم بالنسبه للجميع او لعموم المواطنين المصريين هو الباب الخاص بحقوق الحريات، باعتبار ان حقوق الحريات هي الاهم الاسباب اللي قامت عليها ثوره 25 يناير، وبالتالي يجب ان يكون لهذه الثوره انعكاس في هذا الباب بالتحديد. هو في الحقيقه انا يعني زي ما قلت قبل كده، يعني حصل لي انه صادف ان انا اطلعت على اكثر من نسخه من المسودات اللي قبل كده، يعني ربما كان معايا واحده 25 يعني من حوالي 3 ايام، ثم النسخه النهائيه اللي موجوده قدامي. أنا طبعا بشكل عام يعني تلاحظ عليها من الاطلاع على، واعتقد ما فيش فرق كبير قوي ما بين نسخه 25 وما بين النسخه النهائيه، فرق في ترقيم المواد، بما ان في ماده اتزحمت وبعض الجمل امبارح هم عدلوا في بعض الجمل. في بعض التعديلات حضرتك تأذني زي ما ذكرت حضرتك، مثلا الكرامه حق لكل مواطن بقت الكرامه حق لكل انسان تشمل كل من تطأ قدمه ارض مصر. مظبوط. هنا مثلا خليني ابدا، وربما بمناسبه ان الاستاذ بكار اتكلم على الماده ديت، فخليني ابدا منها، واعتقد ان هذه الماده هي مدخل مش للتعليق على نص الماده، هي مدخل على ما هي العقليه او الطريقه التي تم التفكير بها في كتابه الدستور المصري. فعندما نتحدث للاسف الشديد عن ان الكرامه حق لكل انسان، ده معناه ان هناك في بون شاسع جدا ما بين القيم الحقوقيه والدستوريه وما بين ما يفكر فيها اعضاء الجمعيات التاسيسيه. الكرامه ليست حق. يعني معروف لدى كل دساتير العالم، كل المواثيق الدوليه لحقوق الانسان، ان الكرامه ليست حق، الكرامه بتوصف توصيف اخر مختلف. الحقوق هي الحقوق التي يمكن ان يكتسبها الانسان. الكرامه لصيقه بالانسان منذ ميلاده، وهي سابقه على وجود الدوله، وسابقه على وجود المجتمع، وسابقه على وجود القانون نفسه، وسابقه على وجود الدساتير. وبالتالي احنا امام حقوق، في حقوق مقدسه للاسف الشديد انا مش شفتهاش، انا لحد دلوقتي مفزوع يعني، وانا ما بقول ان انا عندي حاله فزع من المسوده، لانه في مثلا 4 حقوق بتسمى دوليا اسمها الحقوق المقدسه، او بنسميها احنا الحقوق الغير قابله للمساس، الغير قابله للمساس بيها. والحقوق الغير قابله للمساس في حقيقه الامر، انا بعد ما اطلعت على المواد كلها سواء في ده وده، وجدت الاتي: خلى دستور جمهوريه مصر العربيه العظيمه من حقين منهم، ووضع 2 منهم منقوصين، بما يؤدي الى المساس باصل الحق فيهم كمان، يعني يخلص عليهم، يعني ينهيهم يعني. وخليني اقول لحضرتك الحقوق المقدسه، انا اتصور ان كتير جدا ربما من اعضاء الجمعيه ما خدوش بالهم من الموضوع، ومعنى ان ما يتخذش البال من الحقوق الاصيله المتاصله، يبقى ده معناه ان في مشكله في حقوق المكتسبه، او الحقوق اللي ممكن تترتب للانسان لمجرد وجوده في مجتمع، او عيشه في مجتمع، او اكتسابه للجنسيه، او الى اخره. فمثلا الحقوق المقدسه 4، او الحقوق الغير قابله للتصرف زي ما احنا بنسميهم 4. باقي الحقوق يجوز تقييدها، ده وفقا للمعايير الدوليه، وفقا حتى للاعراف للمواثيق الدوليه اللي مصر صدقت عليها. الحق في الحياه، الحق في عدم التعرض للتعذيب، الحق في عدم التعرض للبيع والشراء اللي هو الرق بيسميه يعني، والحق في المعتقد. هنلاقي مثلا في المعتقد دول 4. انا بس عايز اوصف للموضوع عشان بس يبقى الكلام على نور، وما نيجي نقرا ال4 نصوص بقى المتعلقه بال4 حقوق دول نقراهم برضو على نور. ال4 حقوق دول، ومصر بالمناسبة عايز أقول إنه تعبير أن الكرامة الإنسانية ليست حق ولكنها أصيلة تولد مع الإنسان منذ ميلاده، هذا التعبير وللصدفة الغريبة جدا وضعه شارل مالك والسفير محمود عزام، هم اللي كتبوا ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 مع إنشاء الأمم المتحدة. ما قبل كده العالم كله لقد كرمنا بني آدم. بالظبط. لا يقارن طبعا، لا نقارن ما بين قبل كده كانت، لا دي حاجة لا تقارن، الأديان لا يجب أن تقارن. أنا عايز أعرف بس ال4 حقوق اللي خلوا الدستور عشان نرد. طبعا ده أنا هقول لحضرتك طبعا، واحنا ورانا حاجة احنا موجودين. حق الحياة. طيب، فقصدي اقول الحق المتاصل، الحقوق المتاصله ودي ذكرها شارل مالك في ديباجه الاعلان العالمي لحقوق الانسان 48، وكانت الاضافه المصريه لدرجه ان العالم كله بهر بهذه الصياغه.
والجميع حتى فيهم الامين العام للامم المتحده حتى هذه اللحظه بياخدوا هذه العباره اللي كتبها الممثل المصري سنه 48 باعتبار ان هي ارقى صياغه وضعت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. طيب نيجي للدستور المصري بتاعنا بعد الثوره. ايه بقى الصياغه؟ اللي هي الكرامه المتاصله، الكرامه المتاصله بالانسان. وليست الكرامه حق. حق دي معناه انه قد يكون منتقص، يجوز للدوله في حاله الطوارئ انتقاصه، يجوز للدوله في حاله الحرب المساس به او سحبه الى اخره. الحقوق اللي بالشكل ده اللي ما يتقالش انها حقوق متاصله ده معناه ان هو تصبح من الحقوق قابله للتقييد او قابله للتصرف. ليه بقى؟ وليه قالوا الاربع حقوق؟ انا هقول تاني الاربع حقوق. واحد حياه. انا مش هقطع حضرتك بس هستاذن حضرتك في حاجه. انا لابد ان ارد بماده يعني هعمل لكم فكره حلوه، هعمل لكم فكره حلوه. هندي للاستاذ ناصر 3 دقائق وانتوا 3 دقائق. تمام فكره او بالساعه الساعه 11 وربع و3 دقائق و3 دقائق. خلينا ناخد الموضوع. ليه بنقول الحقوق الغير قابله للتقييد اللي صنفت دوليا على مستوى العالم؟ عشان كده بقول انه لا يملك احد هذه الحقوق الاربعه، لا يملك مخلوق على وجه الارض على وجه الخليقه زي ما بيقولوا ان يمسهم او يقترب منهم او ينتقصهم. وهذا ما تم الاتفاق عليه، وهو الحق في الحياه هو حق في ان ما حدش يموتك كده، يعني ان في حد يقابلك في الشارع فيروح بموتك، يقرر انه يموتك، يضربك بالنار مثلا. ده مش موجود هنا. ما انا جاي في كلام، انا بوصف الحق في الحياه اللي هو معناه ايه. الحق في الحياه هو ان مفيش حد من حقه يزهق روحك. ده الروح لخالقها وهو الوحيد الذي منحها للانسان فهو الذي يسحبها. طيب الا بقى فيما يتعلق بعقوبه الادم مش هنتناقش في الموضوع ده كتير، ده بعد موضوع بعدين. طيب الحق الثاني هو الحق في عدم التعرض للعبوديه. العبوديه جريمه ضد الانسانيه وفقا للقانون الدولي الان وتطورات القانون الدولي في 1998. هذه الحقوق مش يتقال بقى ان على الدول ان تراعيها، لا، ده قال لك يمين بالله الدوله اللي ما هيكون فيها نص واضح في دساتيرها على حظر هذه النوع من الاشياء تعرض هذه الدوله لاتهامها بارتكاب جريمه ضد الانسانيه. تمام. زي جريمه العبوديه، جريمه الرق، يعني ازاي يعني ان انت ما حدش لا يبيعك ولا يشتريك. تمام. وخد بالك هنا بقى البيع والشراء مش زمان زي ما كانوا الناس عارفين اللي هو العبيد، يعني يقفوا الناس ويضربوا جرس وتعالى يا جدع لم يا جدع جاريه بكذا عبد بكذا. الموضوع مش بالشكل ده، اكيد البشريه خدت اشكال ثانيه. عشان كده ادرج الحق في عدم التعرض للرق باعتباره من الحقوق المقدسه التي لا يجوز تقييدها. 3 الحق في التعذيب. وتحت التعذيب ده مثلا الحق في ان لا يعذب، في ان لا يعذب الشخص، يعني ده مثلا قعدنا ننتظره لحد النسخه اللي قبل الاخير. كويس. من حوالي مثلا في شهر 10 تقريبا لما المجلس القومي لحقوق الانسان عمل مؤتمر، وقلنا ساعتها للاستاذ ادوارد غالي كان رئيس لجنه الحقوق والحريات في الجمعيه التاسيسيه، قلت له ازاي دستور ما يكونش ناصص بشكل واضح حتى هذه؟ كانوا مسمينه ساعتها الايذاء البدني. بس هو دلوقتي منصوص طبعا، طيب النص ما هو هنا بقى، ما انا بقول هنا بقى منصوص ومنقوص، يعني تم النص عليه بطريقه قد تمس اصل الحق. النص الرابع او الماده الرابعه، الحقوق التي لا تقبل التصرف، هو الحق في المعتقد. الحق في المعتقد اللي هو تم التوافق عليه في العالم، انه ان تعتقد في شيء او لا تعتقد هذا شأنك. ومن 1400 سنه الرسول قال الكلام ده، وكل الاديان كل الاديان والقران. فالعالم كله استقر حتى في المواثيق الدوليه، حقوق الانسان في الاعلان العالمي والعهد الدولي الحقوق المدنيه والسياسيه وكل العهود، على انه الحق في المعتقد ده حق لصيق بالانسان، بيتولد معاه برضه، ده من الحقوق اللي بتتولد معاه زي الحياه كده. بينشأ هذا الحق مع ميلاد الشخص من اللحظه الاولى في حقه في ان يعتقد ما يشاء. كويس. اللي موجود واللي مش موجود. طيب هنلاقي هنا مثلا في 3 دقايق معلش بس ماشي عشان بس ندخل في الموضوع. خلينا نخش في الموضوع. لا صح عشان ندخل. خلينا نخش في الموضوع. هنلاقي اتكلمنا على 4 حق الحياه. الحق في الحياه ان هو مش موجود. الحق في المعتقد. الحق ان لا يعذب. الحق في عدم التعرض للتعذيب. الحق في المعتقد مش موجوده. والرق. تمام. والرق مش موجود. تمام. طيب هنا هنلاقي وانا بقول ان غير قابله للتقييد، يعني ان له لا يمتلك ولا اي ظرف يسمح، يعني لو دوله في حاله حرب، لو في حاله هجوم واحتلال، مش مسموح للدوله ان تمس ال4 حقوق دول. ممكن اي حق تاني تمسه، يعني حق التعبير، التجمع وارد، يعني في حالات الحروب والطوارئ وارد انك تمسهم، لكن ال4 دول غير مبررين على الاطلاق انك انت كجهه اداره او سلطه او حكومه انك تقترب منهم تحت اي ظرف، حاله حرب، حاله طوارئ، حاله عفريت ازرق ما تجيش جنبهم. طيب ايه اللي موجود بقى؟ ناخد بقى الحق في الحياه. خلل الحق في الحياه
وللاسف الشديد المشرع الدستوري المصري الذي انهى اعماله امبارح بسرعه وعجله، تخيل وهي هنا وارده في الماده 38 لم ترد الا في الماده 38 ومتصورين الحق في الحياه هو الحق في الحياه الامنه. هنا مكتوبه مش كده برضو يا استاذ بكر؟ مكتوب ايه؟ الحياه فين؟ للحياه المواطنين الخاصه حرمه. لا سوري، ماده 40 الحياه الامنه حق تكفله الدوله. في فرق ما بين الحق في الحياه وما بين الحق في حياه امنه. الحق في الحياه ده هو الحق اللصيق زي ما احنا قلنا، اللي هو يولد اللي هو في حياتي نفسها، وفاتي او محياي او مماتي، يعني متعلقه بالامن شويه. الثانيه دي ليها متعلقه بالامن، اللي هي الحياه الامنه، اللي هو ان الانسان يمشي في الشارع في هدوء، في امن، في سكينه، مش حد يطلع يموته، مش حد يطلع يسرقه، بلا 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 الى اخره يعني. لكن الحق في الحياه نفسها كحق اصيل متاصل مع الشخصيه الانسانيه، حق خلى تماما. حتى التصويت بتاع امس، انا بالمناسبه كنت قاعد اتابع لحد الساعه 6 الصبح وانا في حاله ذهول انه لم يتم ايه بقى اللي حضرتك عايزه؟ قول لي الماده. لا خلاص ده عدى وقت الاقتراح وانتهى. قول البديل. هنقترح ولا حاجه؟ لا صعب بعد ما التصويت تم خلص الموضوع. احنا فهمنا يا سيدي يعني ايه حق الحياه. طيب الحق كيف ينص في الدساتير على حق الحياه؟ تمام. لا هي بتتكلم نقطه من اول السطر. الحق في الحياه حق اصيل لا يجوز المساس به، يعني الحقوق المصونه، يعني مش المصونه سوري، من الحقوق الاصيله المتاصله التي لا يجوز المساس بها تحت اي ظرف من الظروف. ممكن بقى لو انت عندك من الدول اللي بتاخذ بنظام عقوبه الاعدام تقدر تقول ان الا بحكم قضائي، لو انت من الدول اللي ما بتاخدش بتقول ان ما فيش حاجه اسمها كده، يعني حسب انت نظام الدوله بتاعتك ايه. في دول بتبقى عندها اعدام ما بتاخدش اعدام، وفي دول عندها اعدام. لو عندك اعدام فبتقول الا بحكم قضائي في الجرائم الاشد خطوره. طيب عشان الوقت انت فاضل لك نص دقيقه. حاضر. ده اكيد مش 3 دقائق صح؟ لا والله لا والله انا طيب خلينا نتكلم سوري هو هعتقد اكتر من كده. ده الحق في الحياه اللي مش موجود اصلا، ووجد هنا على طريق انه الحياه الامنه زي ما احنا فسرنا. الثاني الحق في عدم التعرض للرق، وده اللي كان لازم يتقال بوضوح شديد جدا. بيتقال ايه هنا؟ عدم التعرض. هنا بيتكلم على حاجه ثانيه خالص، اللي هو ايه؟ حقوق الشخصيه. بيتكلموا على الاستعباد او حاجه كده، يعني مش لا ما انت هتسيبها لي بقى لما تيجي اشرح فجاه. انا ما عايزها ما انا لما اجي على الدور بقى. طب ايه رايك انت وقتك خلص دلوقتي؟ طيب اتفضل. حاضر زي ما تحب. طيب انا هسيب كلمه الحق في الحياه لاني ارى وسأوصف الكلام توصيفا ابعده عن الشخصنه تماما. ارى ان الكلام عن الحق في الحياه هو اعتراض شكلي احترم الاستاذ نصر امين فيه، بس اتركه للنهايه، وهبدا بالثلاثه اللي فيه ردود صريحه وجاهزه عليه. طيب هبدا بالكلام على حظر الايه؟ الحق في ايه؟ في الا يكون الانسان عبدا ولا رقا. هذه الماده اهي رقم 73. يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للانسان وتجاره الجنس ويجرم القانون كل ذلك. ايوه لحظه لا احنا مش هنرد. لا الماده 73 ده 73 هي راحت هنا ليه؟ الماده 73 حضرتك بتقول انك متابع امبارح لغايه الساعه 6. لا هي راحت 73 دي قصدي اقول يعني هو الشخصيه الماده 73 يحظر كل صور القهر. ثانيه واحده بس عشان انا هاخد فرصتي كامله. جاي في حقوق الفصل الثالث الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. مساله التبويب دي على فكره لا تعني شيئا. التبويب ده بقى اختلاف اسم الباب او العنوان، ده مش هيعني شيء. احنا عندنا الماده كويس. الماده 73 ووافق عليها بالاجماع، لم يعترض احد. يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للانسان وتجاره الجنس ويجرم القانون كل ذلك. الحق الثاني حضرتك ذكرت حق الانسان لا يعذب. في حق المعتقد. اما انا هاجي انا هخالف الترتيب دي لانها موجوده خلاص. لا مش موجوده طبعا. مش موجوده برضه طبعا. ما حسب النص ده انا هرد عشان كده بقول لك هرد. انا بس انا ليا ان المشاهد نفسه سمع بس. تمام. انا عايز اوصل المشاهد اهو. طيب ان الاختلاف بقى في التوصيف وفي الالفاظ والاختلاف الشكلي انا لا شأن لي به. انا بقول يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس ويجرم، مش بس يحظر، ويجرم القانون ذلك. كويس. بنتكلم على التعذيب. ناخد المادة 35 الأول، بعد كده المادة 36 عشان المادة 35 طويلة، فهبدأ ب 36 اللي هي بيت القصيد وأنا معايا وقتي. المادة 36 وأيضا وثق عليها بالإجماع، وهي مادة جديدة. كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد
تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، يعني الشتيمة لا كويس. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي، ومخالفة يعني الإشراف القضائي تحقق، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول، ودي إضافة في غاية الروعة يفخر بها مشرعو الجمعية التأسيسية، كل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، يعني لو أجبر المتهم على أن يعترف على نفسه لمجرد أنه اتشتم، لمجرد أنه هدد، كل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم اللي هو التعذيب، الترهيب، الإكراه، الإيذاء البدني، الإيذاء المعنوي، كل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه، يعني يعتبر كل الشهادات دي، كل الاعترافات دي هدر ولا يعول عليه. تمام. المادة 35 فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، يعني التحقيق فورا. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة، مادة جديدة تماما، أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال 12 ساعة. يعني أنا لو اتمسكت بحكم قضائي لازم في خلال 12 ساعة يبقى معايا ورقة مكتوبة أنا اتمسكت ليه بإذن القاضي. وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محامي، اللي كانت الناس بتشوفه في الأفلام الأمريكية إنك ما تتكلمش إلا ما معاك محاميك، وده مادة دستورية مش هينظمها القانون ولا حاجة. ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محامي، فإن لم يكن يكفل له دستوره، فإن لم يكن ندب له محامي، يعني وجوبا على الدولة إن هي تنتدب له محامي. ولكل من تقيد حريته ولغيره، وكلمة ولغيره دي تحتها 1000 خط. كل من تقيد حريته، أنا هكمل بس أول، لكل من تقيد حريته حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتميا. إيه بقى ولغيره؟ يعني لو أنا مسكوني حطوني في السجن مباشرة كده وأنا مش عارف أتحاكم ولا عارف، يحق لزوجتي، يحق لأهلي، يحق لجاري، يحق لواحد ماشي في الشارع ليس له شأن أصلا، يحق للأستاذ ناصر وهو حقوقي أو غير حقوقي، يحق له إن هو يتظلم لي أنا أمام القضاء. يحق لكل من تقيد حريته أو لغيره مطلقا إن هو يتظلم حق القضاء حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء اللي حصل معايا والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، ودي لأول مرة في تاريخ المصريين إن أنا لو اتحبست احتياطي ظلم لي حق التعويض على الدولة، واستحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. يبقى ده الكلام على مسألة تقييد الحرية أو التعويض. خدت وقتك بزيادة يا أستاذ. لا، مسألة حق الاعتقاد. استنى بس بقى يرد عليك. حق الاعتقاد. خدت وقتك وزيادة. كلمة واحدة بس. خدت بالزيادة. حق الاعتقاد، معلش. خليها المادة 43 معلش. هناخدها. هنرجع لها يعني سريعا كده فيما يتعلق فيما يتعلق بالحقوق الواردة دلوقتي اللي هو الحديث يعني المادة 73 لما اللي كان متصور المشرع الدستوري المصري انها حظر القهر الرق. هو في حقيقة الامر هو كان مشرع بيتمتع بدرجة كبيرة جدا من الدهاء، واراد ان ينفلت او يعني يتحلل من التزاماته الدولية، لان بمنتهى بساطة ان مصر صادقت على الاتفاقية الدولية لحظر كافة اشكال الرق، وصدقت على العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه بشكل واضح اللي بيتحدث عن الرق جريمه لوحدها. الرق ده جريمه لوحدها في بعض البلدان، وطبعا حاشا لله ان انا اقول ان النظام اللي عندنا او مصر بعد الثوره رايحه انها تعمل سوق عبيد تاني، ها؟ او ان تعالى يا جدع اشتري العبد بكذا واشتري الجاريه بكذا. اكيد ما هوش ده موجود، لكن ايه اللي كان يضر المشرع المصري الدستوري؟
رغم ان هو مصدق على العهد الدولي الحقوق المدنيه والسياسيه اللي بيحظر الرق وبيعتبره جريمه ضد الانسانيه. انت عايز ان ينص طبعا الرق بالتحديد، مش الاستغلال القسري ده. انت عارف يعني ايه؟ ده فكره الاستغلال القسري ده بيحصل في كل حته في الدنيا. ده عقد اذعان اسمه الاستغلال القسري. يعني تيجي قناه ولا تيجي شركه تعمل عقد مع واحد تقول له هتشتغل كده، هو المفترض العقد فيه طرفين، بس في حقيقه الامر ده الشركه او القناه هي اللي بتضغط عليه، عاجبك مش عاجبك امشي. ده اسمه استغلال قسري. طيب فما مش هو ده الرق. طيب للانسان. وتجاره الجنس، تجاره الجنس دي تجاره البنات اللي هم بيروحوا يشتغلوا في الدعاره، معروف. دي حاجه ثانيه غير يعني الرق. تجاره الجنس مثلا اسمها رقيق الابيض دلوقتي يعني. فتجاره الجنس دي جريمه لوحدها مختلفه، مالهاش علاقه بالرق. نعم انا بس عشان يعني الحته دي اوصلها بشكل نهائي. ممنوع انك تعلق على كلامه، بس انا ماشيها لك. حضرتك ترى ان الرق مندرج طبعا الرق؟ لا طبعا الرق مش تحت قهر. لا طبعا الرق مش تحت قهر. لا يا فندم، لا يا فندم. الرق يا فندم عشان المساله تبقى واضحه للسيد المشرع الدستوري المصري، الرق هو الاجراء الذي بموجبه تسلب اراده الانسان تماما، مش ان يضغط عليه او يقهر يعذب او يتقال له لا ما تاكل، مش هاكلك مش هشربك، لا، انك بتسلبه ارادته الانسانيه كامله اللي هي ايه، عشان بس نبقى المساله واضحه وفاهمين الناس بتفلت من ايه ببساطه وعلى وضوح. طيب العهد الدولي لحقوق الانسان اللي مصر صدقت عليه 81 والاتفاقيه الدوليه نص صراحه في تفسيرات انه يعد من اعمال الرق زواج القاصرات. ايوه انا كنت عايزك بقى تقول للمشاهد بس لا ده هقول للمشاهد، ده انا هقول للدنيا كلها. دي جرائم على جثتنا انها في مصر ما تقرش. اللي هي فكره ايه؟ في الخليج العربي لانه عندهم انواع حقيره من الرق كده. طيب لا انا مسؤول عن بص اسمعني انا مسؤول عن كل كلام طبعا. لا انا مسؤول عن كل لما جيت اتكلم على السلطه القضائيه حضرتك لو سمحت يا استاذ محمود انا كنت لما هيسجل خلص كلامه كنت هسجل يا استاذ محمود. شكرا لك. عندما اتحدث انا فانا مسؤول فعلا عن كل كلمه بقولها، وعندما اتحدث عن ان بعض دول الخليج بدات تكتشف انها فعلا عندها جريمه ضد الانسانيه اسمها عارفين اسمها ايه؟ اسمها الكفيل. الكفيل دي اللي هي احد انظمه منطقه الخليج وصفت على انها نوع من انواع العبوديه والرق. طيب اللي هو بيروح حد بيشتغل عند حد بيسحب منه جواز سفره، اصبح هذا الانسان لا يستطيع ان يتحرك من هذا المكان ولا يتحرك. فوصفت بعض البلدان الخليج العربي مشكوره منهم طبعا منهم الكويت اعلنت رسميا انهاء حاله الكفيل عندها. منهم طبعا شيء عظيم. والامارات نفس الموضوع بدات تشيل نظام الكفيل لانهم عرفوا انه ده اصبح وفقا للمنظومه الدوليه الجديده بيعرف على انه نوع من انواع العبوديه، وان اخذ شكل ولا في عمان كمان طبعا وان اخذ شكل اجراءات قانونيه يقول لك ده كفيل يعني حد من النظام كلام ده. انا عايز ارجع تاني وبالتالي ارجع انا تاني للنص الخاص بالرق. وضوحا لم ينص على الرق اللي هو سلب الاراده او وضع انسان لم تكتمل ارادته اكتمالا كاملا كويس في فعل. طبعا فكره زواج القاصرات والبنات الصغيره اللي انتشرت عندنا في مصر وبقت مصر سوق نخاسه فعلا في منطقه زي الحوامديه، في مناطق كتير جدا يروحوا يجوزوا البنات للجماعه بتوع الخلايجه، وناس الشيخ كبير ياخد له بنتين ويتكل على الله وحاجات بالشكل دي. مساله طبعا بدل لما كنا نواجه هذه الظاهره بان نعلن للملأ وللعالم ان مصر ما فيهاش النوع ده من الاشياء، ما فيهاش النوع ده من التجاره، ما عندناش ناس بتجوز بناتها وهي مش قادره تاخد قرار، بنت صغيره ما تعرفش يعني ايه جواز اصلا، ما تعرفش يعني ايه اسره، ما تعرفش يعني ايه ممكن تحدد سن عشان نرد عليك. المهم لا انا سن. لا بالمناسبه يعني ايه قاصره؟ استاذ بكر عايز اقول لحضرتك حاجه. انا لن اعطي الجمعيه التاسيسيه بعد ان انهت تصويتها وتآمرت على الشعب وعملت الدستور بالشكل ده. طيب خلاص سرعت لن اعطيها شيء. نحن سوف نجعل هذه الجمعيه تسير في غيها وتضع ما تضعه. بلاش غيها يعني تسير فيما تسير فيه. انا من كلامك لا خالص انا ما سافرتش يعني تسير فيما يعني قصدي تسير فيما تسير فيه. لا خالص انا مش يعني هم بذلوا جهد. استاذ محمود انا مش قصدي استاذ نصر بس اسالك سؤال حاضر ممكن اسالك سؤال؟ ايوه يا استاذ حضرتك قلت لي زواج القاصرات والله العظيم انا عايز حضرتك تحدد بس تمام عشان لما اجي ارد اذا يعني حضرتك عايز ينص في الدستور على القهر لا على تجريم القهر تجريم انا اسف تجريم الرق الذي احد صوري اي يا فندم اللي حضرتك بتقول انا بري فريز اللي حضرتك بتقوله اللي هو احد صوره عدم تزويج القاصرات اللي هو يعني تحت كام؟ طيب ممكن بس اقول حاجه؟ ما انا بسال حضرتك بس. لا ما حضرتك تسالني وانا هرد عليك. اتفضل سالته هيرد. اتفضل. اللي انا بقوله هنا انه
بعد غلق باب التصويت في الجمعيه التاسيسيه، ليس للجمعيه التاسيسيه لدينا مقترحات طالما ما طلبتهاش قبل كده. طب انا بستفسر منك. لا حضرتك، نحن بعد ما نخلص البرنامج نقعد مع بعض بقى ونستفسر، وهقول لك ان سن ايه، وهقول لك كل حاجه. انا عايز المشاهد يعرف المشاهد يعني ايه زواج القاصره تحت كام سنه يعني. لا ده احنا هنحتفظ بيه لنفسنا. ما تقولوا للناس احنا لا ده النصوص البديله، انا قصدي اقول لا يعني النصوص البديله. هو دلوقتي بيسالك سؤال منطقي. انت عايز البنت تتجوز عن سن كام سنه؟ سؤال بديهي يعني. لا يا فندم، لا والله العظيم، قصدي ان هو لا يرضى بالزواج تحت كام سنه. هي يعني لا من غير تحديد يعني هو هتجوزها عندها 18 سنه يبقى مش موافق. بتقول كام سنه؟ معلش الطفوله زواج الاطفال لا هو انت عندك زواج الاطفال ده ستيريوتايب. لا لحظه بس، قول لي السنه اللي ذكرته المواثيق. لحظه بس، لا المواثيق الدوليه يا استاذ بتقول لي كام سنه؟ لحظه يا استاذ، المواثيق الدوليه لانها معاهدات متعدده الاطراف، فبتبقى فيها دول كتير جدا اللي احنا موقعين عليها، واللي مصر تبقى مصدقه عليها. اللي احنا موقعين عليها. قول لي بتقول كام سنه؟ مصدقين كام سنه؟ لحظه بس، ما انا هكمل كلامي. دي اسمها مواثيق متعدده الاطراف. متعدده الاطراف يعني ايه؟ يعني في الامور التي قد يكون فيها اختلافات فبتحيل للشؤون الخاصه بكل منطقه. في بعض المناطق مثلا، نهدى بس، في بعض المناطق، طيب في بعض المناطق مثلا المفترض انها عندها يقول لك انا عندي عرف ان انا اجوز البنات وهي صغيره، انت مالك؟ ده طبعا للمجتمع الدولي يعني. في بعض الدول الثانيه يقول لك انا عندي مناطق حاره البنات بتكبر بسرعه ويعني واي نوت زي الفل كويس. في مناطق ثانيه يقول لك احنا مناطق صحراويه مش عندكم انتوا مناطق بارده وحاجات بالشكل ده. طبعا الكلام ده كانت دايما بتمرروا في اروقه الامم المتحده اثناء مناقشات هذه الاتفاقيات كل دول العالم الثالث المتخلف اللي كانت بتستفيد من هذه التجارب او من هذه الممارسات. فكانوا دايما يقولوا لهم لا اصل احنا عندنا البنات عندنا بتكبر قبل ما البنات عندكم. طبعا ده كلام لا يليق انسانيا، لانه احنا عارفين ان النمو والكبر والصغر مش بالجسم، النمو العقلي. احنا بنتحدث عن نمو المشاعر، نمو الوجدان، نمو العقل اللي هو مش مين يحدده؟ مين يحدده؟ اللي هي البنت فحدد حضرتك. لا ايوه حدد حضرتك عندك في قانونك المصري. القانون المصري اللي عندك سن الطفوله اللي هو قانون الطفل يعني. وهناك اتفاقيه اتكلمت على 18 سنه بس الحد الادنى. يلا طيب فانت بتتكلم على خلاص يعني هو دي بقى اللي هرد عليك يا سيدي. طيب يعني انت بتتكلم على قانون الطفل عندك 18 سنه. المهم هنقل بس على نقطه ثانيه ليها علاقه بالحبس الاحتياطي السريع. والحبس الاحتياطي هنا انا عايز اقول بس لحضرتك حاجتين، انه فكره انه لاول مره يوضع انه المتهم لو اتقبض عليه فيجب ان يعلم بالجريمه التي ارتكبها علما كتابيا، وان يكون هناك محاميا حاضر معه التحقيق. ده احنا ما وصلناش لحاجه، ده احنا وصلنا، ما هو ده كان موجود قبل كده. كان موجود قبل كده. احنا كنا بنطالب ان مصر لما صدقت على الاتفاقيه الدوليه للعهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه منصوص عليها النص بشكل ثاني مختلف، ان الشخص المتهم يجب ان يتمكن من الحصول على محامي منذ اللحظه الاولى لالقاء القبض عليه. المصيبه كلها حضرتك بترتكب في اللحظه اللي بيتقبض عليه فيها، اللي هم ال 24 ساعه اللي بتنيل فيهم في السجن في الاسم، وبعد كده يروح النيابه. في ال 24 ساعه دول بيخش الثلاجه وبيتقلب عادي كويس وبيتعذب وبيتنطط. عشان كده احنا كان دايما مطلبنا، قلنا بعد الثوره هنحط في دستورنا ايه؟ ان دستورنا لا يقل عن اي دوله في العالم لما المتهم يتقبض عليه مش يروح النيابه يلاقي محامي، لا، منذ اللحظه الاولى للقاء القبض عليه. عشان كده مثلا هنلاقي، وده عبر خبراتنا يعني في المنتديات الدوليه اللي ليها علاقه بالحقوق والحريات، محاكم حقوق الانسان في العالم اختلفت على فكره اللي هو ما هو المدى اللازم اللي احنا بنسميه في اقرب وقت، اللي هو منذ اللحظه الاولى. ماذا نعني باللحظه الاولى؟ هل اللحظه الاولى هي الثانيه او الدقيقه التي القي القبض فيها على الشخص؟ ولا ممكن تتمد فتبقى ساعه، ممكن تتمد تبقى ساعتين. فوصلت معظم الفقه الجنائي الدولي يعني ان تعريف العهد الدولي لكلمه فور القبض، اللحظه الاولى للقبض عليه هي في اللحظه التي تنفرد بها السلطه بالمتهم. يعني لو هو مثلا قبض عليه في الشارع اللي دخل فيها الاسم بالظبط. برافو عليك. يحصل ايه بقى؟ لازم يكون معاه محامي ولا ينطق بكلمه. مش بس كده، ده في حق في الحبس الاحتياطي والقبض انا متاكد ان ولا حد يعرفه، اسمه حق الصمت. الحق في الصمت، حق المتهم في ان يصمت. ده كان لازم يكون موجود بشكل واضح، مش انه لا يجوز قهره او تعذيبه او ايذائه بدنيا او معنويا او كذا او كذا. لا، ده احنا لازم نتكلم على الحق في الصمت، حق المتهم في ان يصمت. كل ده موجود، ده حق. لا يعني انا قريت البتاع يا سيدي. انا هقول لك فهمني بقى يعني لو موجود بطريقه ثانيه ده موضوع ثاني خالص. نعم، اكتفي اتفضل زي ما تحب. انا بسمع نادر. اتفضل. كويس.
يعني دي اخر نقطه، وبعدين المره الجايه نكمل ان شاء الله. كويس جدا. في قاعده هقولها بس ابتداء. القاعده دي بتقول ايه؟ ان راي الاستاذ ناصر انا مش جاي هنا عشان اقول له ان كل كلمه هو بيقولها غلط، مزبوط. وعايزه برضه يقول ان مش كل كلمه هنا غلط. ليه؟ طبعا. لان الطبيعي ان افهام البشر هتختلف. بمعنى لما نبقى احنا جماعه مع بعض في آلية اسمها تصويت اتعملت علشان الجماعه اللي مع بعض دول اللي هم 100 انسان يستحيل افهامهم تلتقي على كلمه بيحطوها. لذلك بيحاولوا مع بعض. استاذ ناصر يقعد معايا يقنعني وانا احاول اقنعه بكلمه، ما وصلناش لاتفاق بحاول اميل على حضرتك اقنعك، وهو يحاول عليك يميل عليك يقنعك عشان نصل في النهايه الى صيغه متوافق عليها. ما عرفناش، البشريه اختارت حاجه اسمها تصويت. فقد يقدم الاستاذ ناصر هذا الاقتراح وفي جوه قامات قانونيه. انا لا اعتقد قامات قانونيه، انا لست قانونيا، انا انسان عادي. هو اعتقد ان هو لا يقلل من شانها. سمعت اكيد هذه الاقتراحات وكان لها راي اخر، عرضت هذه الاقتراحات على الجمعيه التاسيسيه والموضوع انتهى بتصويت. دي قاعده انا بحطها بس ابتداء. نيجي بقى لمساله الرق قبل ما ارجع، ولا خلينا عشان اخر حاجه اتقالت للساده المشاهدين. موضوع الحبس مهم جدا. اولا انا هاخد ماده 36 انه لا يكون حجزه اللي هو منذ اللحظه الاولى دي اللي هي قبل ما يروح النيابه، ولا يكون حجزه ولا يكون حجزه طبعا ولا حبسه الا في اماكن لائقه انسانيا صحيا وخاضعه للاشراف القضائي. يعني هيشرف القضاء هيشرف على المكان اللي هو بيتحبس فيه قبل ما يروح النيابه، وده هيحقق اللي بيقوله الاستاذ ناصر او هكذا. اظن ربما اكون مخطئا في وجهه نظري. النقطه الثانيه لا هاخد بمنتهى الامانه ليك، بمنتهى الامانه ليك. اللي انا عايز اقول لحضرتك عليه انه كل السجون واقسام الشرطه والمعتقلات كلها وفقا للقانون المصري القديم تحت اشراف القضاء. كويس. يبقى احنا بنتكلم في التطبيق ولا في الكلام اللي بالظبط كده. كويس. يبقى بقى نساعد بعض في التطبيق. فضل. يبقى احنا عندنا عوار في التطبيق، مش عوار. انا الان اتي اتكلم على ما احلم به اللي هو ما يجب ان يكون. انا متفق مع الاستاذ ناصر ان تعالى ننزل في الشارع. اصل هو الدستور ده تاني يوم الصبح ما هتلاقي اللي بيخالف، يروحوا يشرفوا على الاماكن دي يشوفوها. ما هتلاقي انا متوقع ان تاني يوم الصبح هتلاقي اللي يخالف الدستور. ما طبيعي لان عندك عوار في التطبيق. محتاج حاجه الاليات التي تتاكد من ان الدستور يتم تطبيقه. النقطه الثانيه، لا في حق الصمت. ليه؟ لأن أنا بقول أهو إلا اللي هيقبض عليه لا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه. ما ينفعش إنه يكره على الكلام، لكن هو هيتحقق معاه. فهيتحقق معاه يقول إيه؟ لو صمت على كل ما، وطبعا هو أقدر مني أن يشرح هذا الأمر، لو صمت على كل ما يلقى على مسامعه من اتهامات، ده هيفسر إن هو إيه؟ إحنا بنقول ما هو معاه، هو مش هيبدأ التحقيق إلا معاه أهو، إن هو مش هيقيد حريته. فين؟ هيبلغ كل من تقاض حالته الى اخر ما قلنا، ولا يجري التحقيق معه الا في حضور محامي، فان لم يكن هيندب له محامي. يبقى هيفضل ساكت لغايه لما يجي محامي اثناء التحقيق. ايوه. لا هو من حقه يسكت خالص. طب خلاص. انا يا استاذ انا عايز اقول واثناء التحقيق ولا التحقيق ولا قدام حد من حق. ما هو ده اللي انا عايز اقوله، ان الحق الصمت ده حق موجود في كل المجتمعات. احنا بس واجه به من الاتهامات وما يواجه به الاتهامات. ومش بس كده، ده بينص عليه كده حق المتهم في أن يصمت في كافة مراحل التحقيق معه، ولا يجب أن يؤخذ صمته عليه كدليل إدانة. ده النص كده بيتكتب بالشكل ده. ليه؟ والمحقق يصل للحقيقة ازاي؟ المحقق ده بقى دي اسمها مشكلة المحقق. كويس؟ وفي مشكلة ثانيه اسمها جمع الأدلة، وفي مشكلة المحكمة كمان اللي هي عليها لا تبين الحقيقة. طب هرجع ثاني لكلامي معلش. يبقى ده نعالجه في التشريعات. يعني أنا مع الأستاذ أمين، الأستاذ ناصر، أنت بيبقى في مشكلة. لا مش حكاية توفيق. أنت بيبقى في مشكلة لما يبقى المادة الدستورية هنا بتحظر، لكن لما تكون هي فاتحه للمشرع الباب اللي هو بقى يشتغل مجلس الشعب ياخد منها ويكمل اللي بيقوله الاستاذ ناصر في باب التشريعات وفي باب القوانين. احنا كتير حاجات مثلا اقترحناها هنا، فكان الفقهاء الدستوريين يقولوا لا دي مش مكانها الدستور، دي مكانها مشروع قانون، دي مكانها تشريعاتك انت جوه مجلس الشعب. اجي بقى لموضوع الرق وموضوع المواثيق الدوليه. انا عندي تحفظين. موضوع الرق لذلك انا اثرت ان يذكر، ما هو المساله انا هنا ارى ان الشعب المصري لما يعرض عليه ارى أن يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس وجرائم القانون. ذلك أرى أنها كافية بالنسبة للشعب المصري. لذلك قلت للأستاذ أمين، الأستاذ ناصر، إيه موضوع الرق؟ فقال اللي من أحد صوره زواج، وهاخد بقى الآخر خالص، زواج ما تحت 18 سنة. كويس. نشوف العالم الواقع، نشوف الواقع اللي احنا فيه. لما أراد البعض أن ينص في دستورنا، أن ينص في الدستور على انه لا يجوز تزويج البنات او لا يجوز التزويج تحت 18 سنه، سالنا كل الفقهاء الدستوريين قالوا ما فيش دستور في العالم بينص. كويس، الحمد لله. الدستور الموازي اللي اخرجه بعض المنتقدين احتوى هذه الكلمه في مخالفه صريحه لكل دساتير العالم. تعال نشوف الواقع بقى. الواقع بيقول، وده اللي يهمني هو المشاهد اللي يعرف بوضوح. انا لا انكر شيئا مما قاله الاستاذ ناصر في الحته دي، لذلك اردت التفصيل والوضوح. هحط قواعد
ابدا بيها عشان انا عارف الموضوع بيتعمل فيه ستيريوتايب ازاي، والاطفال ومش الاطفال. وانا امبارح كان ليا مداخله فكاهيه بعد ما خلصنا الحقوق والحريات، قلت لمعالي المستشار الغيلاني فين بقى الكلام على ال9 سنين وال8 سنين اللي كانوا بيقولوا علينا. هحط مبادئ واقول فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، يعني اي ضرر هيقع على البنت او الولد نفسي او بدني النبي صلى الله عليه وسلم حرمه. اذا كان احنا بنقولها في سجاير وبنقولها في غيرها انه ما دام هتؤدي لضرر، وما دام مين اللي قال ان السجاير ضرر؟ الاطباء. يعني الشرع قال، الاطباء قالوا غلط، يبقى الشرع بيحرمها عشان لا ضرر ولا ضرر. ده كده يعني عرض، انا ما كانش في المساله دي تحديدا. فاذا كان شرع بيقول لا ضرر ولا ضرر في سجاير عشان الاطباء قالوا عليها كده، فلو اطباء قالوا الحالات دي ما تنفعش في زواج او في غيره هنقرها، يبقى انا بخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الثانيه مساله الاراده. أنا مع الأستاذ ناصر وأرجو أن يعترف لي بذلك، إن لو البنت أهو تاني أهو، لو البنت أجبرت على الزواج، هذا الكلام مخالف للشريعة. ليه؟ الشريعة اللي بتقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأمر، يعني تستأذن. ده فما بالك بالسيب بقى. البكر بنت البكر تستأمر يعني تستأذن، لو ما أذنتش يبقى خلاص. أنا الأستاذ ناصر هيقول طب أنا عايز أتأكد من إذنها، كويس، نتفق مع بعض على إيه هي الآلية اللي أفهم بيها إن هي موافقة. طبعا مع اعتبار ان الشرع قال لا زواج الا بولي، لها وليها. لو وليها بيعضلها يعني بيكرهها على الزواج ممن لا ترضى، مين يقر؟ الشرع لا يقر ذلك. يبقى انا عايز اتاكد ان البنت بارادتها الحره وبموافقه وليها وافقت على الزواج من فلان وفلان. نيجي بقى للمفاجاه الكبيره، مفاجاه الولايات المتحده الامريكيه، وانا عايز اخدها كمثال اقيس عليه. ولما اخدها مثال اقيس عليه مش معنى كان موافق على كل اللي هي بتعمله، بس باخدها كرول موديل في دي تحديدا. اقول حرام على بلابله الدوح حلال الطير من كل جنسي. نشوف قوانينها اللي على المواقع الرسميه الامريكيه، ويا ليت الامر كان معايا دلوقتي اعرضه بس للناس ان تبحث وراي عما اقول. وانا اخذ كلام الاستاذ ناصر مصدقا، فمن نفس المبدا يؤخذ كلامي مصدقا في هذا الباب. ولايه نيو هامشاير الامريكيه في قوانينها الداخليه بتتكلم على ان اقل الحد الادنى لسن الزواج للولد 14 سنة وللبنت 13 سنة، بشرط هم بيقولوا موافقة الوالدين، وإن يكون الكلام ده أمام هيئة قضائية، أمام محكمة يعني. وإن ولو ما فيش موافقة الوالدين تبقى 18 سنة. ساوث كارولاينا قريب من ذلك، نيويورك قريب من ذلك، كاليفورنيا بتقول ما فيش حد أدنى للزواج. اللي أنا فاكره القيد اللي أنا فاكره عشان أبقى دقيق، بشرط إن أنا يتعارض مع الصالح العام بتاع الولاية. احنا عارفين إن الناس هناك بتتعامل بتعامل فيدرالي. يبقى انا عندي اهو ناس بتقول لا انا دي ليا ظروفي الخاصه وليا القيود اللي انا حطيتها. ما لا انا حر، انا بطرح مثال. انا بطرح مثال. الامر الثاني بقى، فانا ما بقولش ان نقول للناس زوجوها 13 ولا 12، والله ما بقول كده. انا بقول للناس ايه؟ ما استقر في الاعراف، بشرط ان ما يكونش فيه ايذاء للبنت، بس كده. اللي هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه لا ضرر ولا ضرار، وان البنت تستأمر، البكر تستأمر. انا كده انهيت الجزء ده. تعال بقى للمواثيق والاعراف الدوليه. في اتفاقية دولية لحظر استخدام القنابل العنقودية، اللي هي أنا لو دولة محترمة همضي عليها. ليه؟ القنابل العنقودية لا تضر إلا المدنيين. فيش جيش هتبيده بالقنابل العنقودية، عنده كر وفر. القنابل العنقودية دي لا تؤذي إلا المدنيين في المدن، استخدمت ضد إخواننا في الفلوجة، وجيش الاحتلال الصهيوني بيستخدمها في غزة. كم دولة ترفض التوقيع عليها؟ يكفيك الولايات المتحدة الأمريكية. حظر استخدام الألغام الأرضية اللي ما فيش حد بيموت فيها إلا بيموت منها إلا المدنيين، زي إخواننا في مطروح وفي سيناء وفي كل حتة في العالم، ما بيموتش منها إلا مدني. كل جيوش العالم النظامية عنده كتيبة المهندسين بتاعته اللي بتعمل كاسحات الألغام. ترفض التوقيع على الولايات المتحدة الأمريكية. اتفاقية بيئة اللي هي كيوتو، اللي احنا هنا لأول مرة بنتكلم على لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث واستخدام الموارد الطبيعية. ماشي، أنا بتكلم على حق البيئة. نتكلم لا هو أنا بتكلم على المواثيق الدولية. اتفاقية زي كيوتو اللي ابتدعتها اليابان، اللي اخترعتها اليابان في 2008 عشان تلزم الدول الصناعية الكبرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية بالمحافظة على البيئة وتحمل مسؤوليتها من الاحتباس الحراري وما إلى ذلك. ترفض الولايات المتحدة الأمريكية التوقيع عليه. حتى محاكمة مجرمي الحرب أمريكا لا توقع عليه. حتى معاملة الأسرى. كويس، أنا أحط أنا هقول لك رايح فين. أنا بتكلم على مبدأ. الأستاذ ناصر، وده بقى مسؤولني بيه كلام، الأستاذ ناصر بيتكلم على المواثيق الدولية، أنا أحترمها ما لم تتعارض، كما يقول النائب العام الأمريكي السابق، ما لم تتعارض مع مصالحي أنا، مع مصالح شعبي، ما تتعارض مع شريعتي اللي بتقول
ان ما ينفعش اللي بتقوله الامم المتحده ان يبقى في كومبليت سيكشوال ريليشن شيب، يعني علاقه جنسيه كامله يسمح بها تحت ال 18 سنه لكن لا يجوز الزواج. هو ده اللي انا عايز اقوله. ان دلوقتي حضرتك بتتكلم عن مواثيق دوليه، انا والله على عيني وعلى راسي اي ميثاق دولي يتفق مع صالحي ويتفق زي ما امريكا بتقول، يتفق مع صالحي صالح شعبي ويتفق مع شريعتي هاخده، يتعارض مع صالحي او مع شريعتي لن اخذه. واضح قصدي خلاص الكلام. طيب انا بس لو عايز بقى يعني تعليق من حضرتك حاجات صغيره، مش حاجات مثلا. طيب انا بس عايز اوضح تاني سريعا عشان يبقى عندنا فاضل نقطه المعتقد. تمام. لسه فاضل النقطه دي لسه ما كملناش فيها. تاني دي تبقى المره الجايه ان شاء الله. تاني بس ان الكلام ده معناه انه هذا الدستور هو تقريبا يعني بيخل بالتزامات مصر الدوليه المتعلقه بالتوقيع على اتفاقيات سنه 1981 و69 واتفاقيات كثيره جدا فيما يتعلق بهذا التعريف. انا بتصور وانا مع الاستاذ بكار انه لا هو شايف انه يعني سن البنات او سن القاصرات يعني مسائل ممكن تبقى مساله خاصه، انه ليه ما قلتوش انه لو اقل من كده تبقى جريمه رق؟ يعني ايه اقل من كده؟ يعني اقل من السن ده تبقى جريمه رق. وهو ده الموضوع. الاتفاقيه الدوليه بتقول حضرتك قلت لا الدستور ما يتحطش فيه سنين. لا يا فندم، الاتفاقيه الدوليه بتقول انه سن الطفوله زي ما انا قلت لك مختلف ومتغير من مكان لمكان. كويس. احنا بقى كمصر يعني المفترض ليه ما نوصلش صراحه طالما احنا مش عندنا نيه نتجوز منها 9 و10 سنين، طالما ما عندناش النيه دي. يعني انا مش فاهم احنا ما عندناش نيه ان احنا نتجوز بنات 10 سنين 11 سنه. نعمل ايه بقى؟ ليه ما حطيناش الرق؟ لانه الرق مش بس جواز البنات، الرق اشياء كتيره جدا. الرق لما يبقى في مشاحه في الاصطلاح اسمع، الرق جريمه. يعني انت وانت بتحط النص الدستوري حضرتك انت مش بس بتبقى باص تحت رجلك وايه الممارسات اللي عندك على ارض الواقع، انت كمان بتفترض الممارسات اللي ممكن قد تنشا في مجتمع معين على مدار سنوات قادمه. طيب لما بتيجي تتكلم عن الجريمه ما تتكلمش عن الجريمه دلوقتي، لكن انت بتفترض ان في جرائم من نوع اخر تحصل في نحظرها بقوانين. بالظبط كده. لا ده اصل دي قيم. لا، في فرق. تحظر بالقوانين دي في الممارسات الصغيره، لكن دي قيم انسانيه. هل انا قابل بان يمتلك احد يمتلك شخص ملكيه كامله ولا انا دوله راقيه ومحترمه ومتحضره ما اقدرش امارس فكره ان انا ابيع ناس واشتري ناس؟ ممكن بكره انا الصبح اجيب ناس وابيعهم لك حضرتك عادي جدا في سوق عابدين ولا حاجه مثلا يعني. لا ممكن تيجي ناس تبيع كده. ايه حضرتك؟ ايوه طبعا. طب انا بقول للساده المشاهدين اللي يلاقي اي سوق نخاسه يبقى يدلنا عليه. هو لا بس في تجاره العبيد دي مشتهره قوي في اوروبا. لا يا فندم، وفي مصر حضرتك دي مشتهره فين في مصر؟ لا وفي مصر. ومصر بالمناسبه بقى مشهوره في كل التقارير الدوليه بانها معبر لتجاره الرقيق من افريقيا وانت طالع. فاللي انا عايزين نقوله ان الموضوع مش موضوع لا جواز بنات. انا بتكلم على مصر. ما انا عارف يا فندم، ما انا بكلمك برضه عن مصر. دلوقتي بعد ما هو يخلص اللي هي ما كانتش واخده بالها من الموضوع. وبالتالي طيب انا بس هقفل ان احنا نكون اتكلمنا عن الرق العقيده كويس. العقيده ممكن وقت تاني لو انت عايز. اشكرك يا لو عايز تعليق. ما هو انا هقول ان اصل اتقالت ان الاعتقاد فلازم اقول الماده، فاسمح لي. قول الماده. طيب الماده 43 لو في وقت نناقشها ارجو، لو هنناقشها وفي وقت ماشي الحال ممكن نخليها المره الجايه. بس كان عندك تعليق دي بتحاول الماده بس دي فيها كلام كتير. طب اقراها ونكمل المره الجايه. طيب اتفضل. حريه الاعتقاد مصونه، دي اللي بيقول عليها نقطه. انت بتتكلم عن الاعتقاد، احنا قلنا دي المره الجايه. ما ده انا بقول لحضرتك ان نقرا الماده. خلينا المره الجايه نقراها المره الجايه عشان اصل الناس هتنسى يعني من دلوقتي المره الجايه. بس حضرتك انا ليا حق التعقيب. اصل حضرتك ذكرت ان هنا الاستاذ امين قال لنا على 4 حقوق مقدسه. قال منها حق الاعتقاد، فانا بقول اهو. بس ما قالش منها حق الرد. ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أيوه. هو اللي احنا بنستمد من كلامي ان حرية الاعتقاد مصون، ان يعتقد الانسان في داخله اي شيء مصونة. نقطة من اول السطر. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. الأخ اللي كان بيتكلم على البوذيين كنت عايز أقول له إن حقوق المسلمين في دولة واحد اللي كان بيتكلم على البوذيين وعلى حق البوذيين في إقامة معابد. أنا عايز ينزل يقول الكلام ده للناس، ياخد رأيهم الناس أهل مصر اللي هيستفتوا على الدستور ده، ينزل يقول لهم إن هو عايز ينص على حرية البوذيين في مصر في إقامة معابد. الناس يقول لهم كده،
احنا قلنا ان حريه الاعتقاد جوه القلوب مصونه، قول بمنتهى الوضوح. انت بتتكلم على انما الدكتور محمد البرادعي. طبعا لا طبعا الدكتور محمد البرادعي. لا انت بقى بتاع قال كده وما قالش كده. طيب ما قالش كده. خلاص انا واخد كلام، خلاص انا اسف في كلام. انا اسف. قال حريه الاعتقاد. انا قلت لك اسف في كلامك. ما قالش خالص ولا قلت لك اسف في كلامك. طب اوكي انا قلت لك اسف في كلامك. لا وحتى حريه لا هنرد عليها بس في ميعادها يعني. طيب انا خلاص كده قلت الماده عشان التزم بوعدي. ان انا بس فقط ان انا اذكر. انا كان نفسي طبعا انا كان نفسي اعلق عليها بسرعه. تعليقا كاملا، تعليقا مجملا اللي انا عايز اقوله للناس كلها. انا ما اعرفش ما يضمره الاستاذ ناصر امين لما هو آت، لكن انا بتكلم على ما اضمره انا، وبتكلم على اللي بحاول اقوله في كل مكان، ان هذا الدستور نتاج بشري، لازم هتلاقي فيه اخطاء، لازم. طب انا عايز اقول لك وان في النهايه انا شخصيا استمتعت بالمناقشه جدا واستفدت جدا، واعتقد ان الحاج عفيفي استفاد من المناقشه. اعتقد انها مناقشه كويسه جدا وهاديه ومحترمه، ودي مناقشه مطلوبه للناس، لان الناس هتقرا وهتسمع. نعم ايوه، انا عايز الناس بقى ده كانت نصيحتي الاخيره يا استاذ محمود. انا عايز الناس مش هيقرأوا، لا هيسمعوا كمان. فاحنا هنعمل لهم ايه؟ انت ما في الجمعيه قول رايك، والدكتور الاستاذ ناصر امين يقول رايه، ونوضح للناس بحيث ان وانا سعيد دي مهمتنا ان شاء الله. سعداء. استاذ ناصر انا بشكرك شكرا جزيلا. وانا سعيد ان انا كنت في ضيافه حضرتك، وسعيد ان كنت مع شكرا جزيلا. يا رب تكون ما فيش اخبار، ما حدش بدل ما جابولناش اخبار من ميدان التحرير يبقى الامور كلها تمام ان شاء الله يا رب. المحله بس كان فيها شويه لبش كده، بس هدي الحمد لله. ويا رب بكره ان شاء الله يعدي بسلامه، والقاكم غدا ان شاء الله وتصبحوا على خير.